بس في حاجه بقى كمان انت قلت لي عليها، الهوم ميديكيشن. اوكي. انا برضو شايفه انت مختار حاجات مختلفه. ان الهوم ميديكيشن لما هتقول لنا ايه هي الهوم ميديكيشن وبرضو الفارماسيست رول فيها ايه، عايزه بس اقول لك اعجابي بيها لانه هي حاجه فيها تعامل مباشر مع البيشنت، صح مش لايك الكوميونتي فارماسيست، ولكن انا بتكلم على الريليشن شيب. صح. بس على مستوى تاني، وعلى زي ما انت بتقول بقى، ده تفكير مثلا ممكن يكون حكومات، تفكير لناس معينه، بيستهدف ناس معينه مش لكل الناس زي الكوميونتي فارماسيست. بس خلينا نقول كده الاول ايه هو الهوم ميديكيشن علشان حابه برضو الناس تعرف. الهوم ميديكيشن هو هوم ميديكيشن ريفيو. هي الفارماسيست بيروح للبيشنت البيت وبيتكلم معاه وبيشوف الادويه، الكومبلاينس بتاعته مع الادويه عامله ازاي، وبيشوف ان بيساله throughout the interview مثلا الدواء ده مثلا ممكن يسبب له مشاكل مثلا، هو بيسبب له ولا لا. فانا ببروب الكويستشنز بتاعت الانتراكشن اللي انا شايفها قدامي وبقولها له، بتجيلك الحاجات ديت او لا. ولو مثلا قال لي او فببقى عامل حسابي ان انا في الريبورت بتاعتي ان انا بعد ما اخلص الكلام ده ببعت ريبورت للدكتور اللي هو اللي قال لي انا اروح اشوف المريض ده في البيت، والدكتور بيقرا الريبورت وبيبقى هو الديسيجن بتاعته ان هو ياخد بكلامي او ما ياخدش بكلامي. الحلو في الهوم ميديكيشن ريفيو ان البيشنت بيحس ان في ناس مهتميه بيه، والبيشنت بيحس ان هو بياخد وقت براحته، بيتسمع. صح، وبياخد وقت براحته وبيتكلم مع حد ميديكال باك جراوند. الفيزيت بتاعت المريض مع البيشنت يكاد تكون ما بين 10 او 15 minutes. الفيزيت بتاعتي مع البيشنت ممكن توصل ل 30 to 45 minutes كمان. وبيتكلم في حاجات كتير ما عندوش وقت ان هو يتكلم فيها مع الدكتور. ببقى بستريس اكتر كمان في السوشيال لايف بتاعته، هو بيعمل ايه، ممكن الحاجات ديت بتأثر في الأدوية اللي هو بياخدها، وبستريس بشوف الكواليتي اوف لايف بتاعته ازاي تبقى احسن. بالاساس لايف ستايل بتاعته كلها، عشان لو ممكن نعمل موديفيكيشن تنعكس على صحته. صح صح. يعني مثلا واحد عنده 80 سنة وشايف ان هو بياخد أدوية كتير، شايف ان هي بتقلل الكواليتي اوف لايف بتاعته، ان هو ما يقدرش يطلع يخرج، ما يقدرش يروح مثلا لعياله مثلا في بيته التاني، او حاسس ان هو على طول دايخ. طب ليه الحاجات دي كلها؟ فممكن نقللها. بنسبة كبيرة الدكاترة هم عارفين هم ما عندهمش وقت يشوفوا كل مريض وياخد منهم الوقت الطويل ده ويقعدوا يتكلموا مع بعض. فلما عملوا الهوم ميديكيشن ريفيو ان الصيدلي يروح للمريض في البيت ويقعدوا يتكلموا معاه وياخد in details depth information، بياخد الدواء ازاي، عنده اي نوع من انواع السايد افكتس بساله عليها، شايف ان هو الادويه دي بالنسبه له كتير هو عايز يقللها. انا شايف مثلا بياخد 3 ادويه 3 حبات مثلا في براند طالع موجود في كل ده، في كل فنقلل ده عشان الكومبلاينس، عشان هو يعرف صح ياخد الدواء كويس. صح. في مثلا ريسيرش جديد مثلا ان في دواء ده بيقلل الناس الكبار السن يروحوا مثلا مستشفيات للهارت اتاك مثلا. اكيد الدكتور عنده خبره بديت، بس اللي هو لما اجي بكتبها في ريبورت بتريجر بالنسبه له، صح، لو هو صح انا ازاي دي ما كنتش مثلا فاكرها. فبحس ان هي عباره عن a very good team effort لمصلحه البيشنت في الاخر، ولمصلحه البيشنت، بتقلل عدد زيارات المريض للدكتور، وبيقلل الضغط على الدكتور، وفي الاول في الاخر بيجي له ريبورت من واحد ميديكال باك جراوند، فهو تراست وهو الريبورت ده. اكيد طبعا، وهو الديسيجن بتاعه في الاخر ان هو بيوافق على الريكومنديشن اللي انا بقول له عليها في الريبورت بتاعتي ولا لا. هرجع اقول لك بيوافق على ريكومنديشن، فدي برضو هيلثي ريليشن شيب ما بين الفارماسيست وما بين الفيزيشن. absolutely yes. اللي دايما احنا بنبقى عايزين نتكلم فيها، ان
ازاي وانت بتريكومند ده، بتريكومند بطريقه ان اوكي انت هتاخد الديسيجن بس انا بوضح لك. ونفس الكلام انه الفيزيشن بيبقى واثق في الفارماسيست وفي الرول بتاعه. دي برضو يعني زي ما بقول لك هيلثي ريليشن شيب موجوده. بس كمان في حاجه وانت بتقول ان انت دايما بتتكلم، بتساله اسئله yeah. علشان البيشنت اصلا لو مش كان اخد باله من الساين او السيمتومز اللي عنده دي انت بتخليه ياخد باله منها. صح. يعني دي برضو حاجه محتاجه على فكره سكيلز، مش حد اخد انه دي شغلتي فانا بروح اساله كذا 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 وامشي. لا، هي محتاجه سنس، محتاجه سكيلز معينه انت تقدر، مش عايزه اقول تحس بالبيشنت، ولكن تفهم بالحاله بتاعته صح. انا محتاجه اساله ايه. صح. فدي ممكن تيجي طبعا بالبراكتس، يعني أكيد. بالبراكتس انت بتبقى فاهم تعمل ايه. فدي طبعا برضو حاجه مهمه قوي. اكيد experience واكسبوجر طبعا.